يا مساء الفل على عيونكم. لما تشتري عربية مرسيدس ب1,000,000 جنيه وتيجي آخر الليل تركنها في الخرابة اللي ورا البيت، يبقى ما تزعلش ولا تلوم غير نفسك لما تاني يوم الصبح تلاقي الكلاب نايمة عليها. ما هو برضو الكلاب عندهم حق، هم شايفين ان دي خرابة واي حاجة فيها مسموح ندوس عليها وننام عليها كمان. يعني مختصر الكلام ان اللي شايف نفسه حاجة كبيرة قوي ليه يحط نفسه في وسط الخرابة، قصدي في مستنقع اقل من امكانياته. اصل يا جماعة اللي بيعم على الجماعة بيعم على الفرد. يعني قبل ما تقعد شوف انت قاعد فين وشوف انت قاعد مع مين. قبل ما تحط رجلك وتخطي خطوة اعرف كويس جدا الخطوة دي هتوصلك فوق ولا هتنزل بيك لسابع أرض. واللي بيعمل لنفسه قيمة الناس بتديله قيمة فوق قيمته، واللي ما بيعملش لنفسه قيمة وقول أصل أنا متواضع وطيب وبهزر مع كل الناس وأقول حاضر وطيب ومن عيوني، للأسف الناس بتعتبره جاي من خرابة وتحطه في خرابة. يا مساء الفل عليكم، ونبدأ حكايتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. في بيت الأستاذ هشام اللي متجوز بنت اسمها قمر، وهي فعلا قمر في شكلها وتصرفاتها وأخلاقها. وقمر متجوزة وقاعدة في أوضة مع حماتها الست أم هشام. بيدخل هشام بعد يوم عمل طويل جدا على الأوضة بتاعته ولقى قمر واقفة بابتسامة جميلة وهي بتقول الحمد لله على السلامة يا هشام. ايه يا حبيبي اخبارك ايه واليوم كان عامل ازاي؟ يا رب تكون اتوفقت النهاردة. هشام ما ردش عليها وقعد على السرير. قمر قربت منه وهي خايفة قوي وبتقول في ايه يا هشام؟ انا حاسة انك متغير يا حبيبي مع انك كنت الصبح كويس قوي. في حاجة حصلت في الشغل؟ في حد زعلك يا هشام؟ حبيبي رد عليا ارجوك، انا بدأت اقلق واتوتر. ايه يا هشام بقى؟ اتكلم على طول يا حبيبي ارجوك، انا لما بشوفك زعلان كده بزعل واليوم بيقفل. يو يا قمر، ده انت بصراحة ربنا بقيتي حاجة تقرف. انت ما وراكيش حاجة غير التحقيقات، كنت فين وعملت ايه واليوم مشي ازاي؟ يا شيخة اتكلمي في اي حاجة تانية. بقولك ايه، انا قرفان وتعبان، مش هتبقى انت والزمن وامي عليا. امك؟ ايه يا هشام؟ هي مامتك مالها وايه دخلها في كلامنا؟ يا حبيبي انا بسألك بس علشان قلقانة عليك، مش عايزة منك اكتر من كده. مش عايزاك تبقى متضايق تروح تقولي الكلام ده، تصدق ان انا غلطانة اني سألتك. معلش يا قمر، انا اسف، انا عارف ان انت خايفة عليا بس انا بصراحة الفترة دي مضغوط قوي. انت عارفة الشغل وكمان ماما واصرارها وكلامها كل ما تشوفني. آه، هي حماتي لسه برضه بتقولك إنك لازم تتجوز عليا علشان تجيب عيل. أنا مش عارفة حماتي مستعجلة كده ليه يا هشام؟ هو إحنا أول ولا آخر ناس؟ ده إحنا متجوزين بقالنا يدوب سنتين، يعني لسه بدري. وكل الدكاترة قالوا إن أنا لا أنا عندي عيب ولا أنت عندك عيب. حماتي مستعجلة قوي ليه؟ كل ما تشوفك تقولك اتجوز عليها، وكل ما تشوفني تقولي انت هنا خدامة بلقمتك وبس، وابني بكرة يتجوز ست ستك. يعني هو أنا السبب في قلة الخلفة ولا أنا السبب إنها تنكد عليك؟ يا هشام أنا بحبك والله وبحب حماتي قوي ومستحملة منها كتير جدا. يا حبيبتي النكد مش بسببك انتي، ده قدر ربنا، ولو ربنا أراد هيكون عندنا طفل بإذن الله. بقولك ايه، ما تزعليش نفسك وما تزعليش مني. انتي عارفة أمي عصبية وأنا كمان مضغوط حبتين. بقولك ايه يا هشام، سيبك من كل الكلام ده، احنا كل يوم نتكلم مليون مرة وكل ليلة برضو لازم امك تنكد عليك وعليا. بقولك ايه يا هشام، ان كان الجواز هو اللي هيريح امك وفرحك يا حبيبي اتجوز. انتي بتقولي ايه يا قمر؟ انا مستحيل اعمل حاجه زي دي. هو امي صحيح كل يوم تكلمني ان اتجوز عليكي بس انا برفض يا حبيبتي، ده انتي امي وبنتي واختي وكل حاجه، وانا مستحيل طبعا احب غيرك ولا اشوف واحده احلى منك.
ولسه هشام وقمر بيتكلموا، فجأة اتفتح الباب ودخلت أمه وقالت: ايوه يا اختي، لفي لفي على الولا واقنعيه بكلامك. بقى هي دي بقى يا سي هشام اللي مقويه قلبك على امك ومخلياني يا ولا اغضب عليك. يا ولا حرام عليك، ده اللي من سنك مخلفين بدل العيل 3 و4، وادي ارض بور من ساعه ما انت اتجوزتها والمشاكل نازله ترف عليك. يا ولا يا واد ما تخليهاش تقوي قلبك. وانت يا ست قمر اللي بيحب حد بيضحي علشانه، وانت لازم تضحي علشان سعادة جوزك. ده يعني لو بتحبيه خليه يا اختي يتجوز، واديكي مرمية في البيت وبتاكلي وبتشربي وتلبسي، محدش عايز منك حاجة. انما الواد يتجوز ويشوف حياته، ده يعني لو كنت بتحبيه وبنت اصول. ايه ده يا امي؟ اولا انت دخلتي كده ازاي؟ على فكرة دي اوضة نومي انا ومراتي، والمفروض يعني في شوية خصوصية. وبعدين هي ما قالتش حاجة، هي بتقول لي اتجوز، بس انا يا امي مستحيل اعمل كده. تعمل يا هشام، هتعمل علشان لو ما اتجوزتش لا انت ابني ولا اعرفك. هتفضل ماشي وراها لحد امتى؟ الكلمة كلمتها والشورى شورتها، وهي اللي ممشياك. يا اخي حرام عليك، ده انا زي ما بقولك الجيران اتجوزوا بعد منكو وجابوا عيل و2، ودي زي ما قلتلك ارض بور، دمها وابوها معرفوش يجيبوا غيرها، والبت هتطلع زي امها خايبة وما بتخلفش. بقولك ايه، انت لازم تسمع كلامي، والا اقسم بالله هسيب لك البيت واروح اقعد عند خالتك. يا ماما يا ماما انا على يدك اهو، كنت بقول له اتجوز، انا مش ممانعه والله العظيم يا ماما. انا بروح لكل الدكاتره، مش سايبه مكان الا ورحت فيه. ليه واخده عني الفكره الوحشه دي؟ انا والله ما قصدي افرق بينكم او اسيطر على هشام، ولا عمري قلت له انه ما يسمعش كلامك. بس احنا عندنا امل في ربنا ان في يوم من الايام هيحصل حمل. والله العظيم يا حماتي الدكتوره قالت لي انها بس مجرد مساله وقت، لكن انا زي الفل وصاغ سليم، وهشام كمان زي الفل. انا عايزه بس حضرتك تصلي وتدعي لنا وترضي عني وترحميني شويه من شغل البيت. طول النهار شيلي وحطي، انا تعبت قوي والله، تعبت قوي يا حماتي. بقولك ايه يا بت، بطلي سهوكة وشغل ال3 ورقات. بتعملي انك حبيبتي وبتسمعي كلامي قدام ابني عشان تسخنيه عليا. بقولك ايه يا هشام، انا كلامي مش هكرره تاني. يا اما تتجوز العروسة اللي انا جايبها لك، يا اما لا انت ابني ولا اعرفك. وعايز بقى يا اخويا تقعد السنيورة دي في البيت قعدها، انما انا همشي واروح اقعد عند خالتك وافضحك في وسط الناس واقول ابني ما طلعش راجل وطردني عشان خاطر مراته. الام قالت كلامها وخرجت وهي حاسه بالغضب من سيطره قمر على هشام. اما هشام فكان حاسس بالزعل جدا، وقربت منه قمر وهي بتقول: هشام لو ماما عايزه. بقولك ايه، مش عايز اسمع صوتك ولا عايز اسمع صوتها، حرام عليكم. انا بقيت عايش كل يوم في قرف وزعيق ونكد، انا ما بقيتش عارف اقعد في البيت ده ولا ثانيه. هلاقيها منك ولا من امي؟ انا بقيت بكره القعده في البيت، ما بقيتش حابب اجي هنا خالص. بصراحه انا نفسي اخد شقه واقعد فيها بعيد عنكم انتوا الاتنين، واسيبكم ان شاء الله حتى تخبطوا فلوس بعض. هشام قال كلامه وسابها وخرج، وقعدت قمر على السرير تبكي ومنهارة وبتفكر هتعمل ايه. حماتها ست قوية جدا، وهشام بحب امه قوي ومستحيل يرفض ليها طلب. ده حتى قمر كانت فاكرة ان ممكن هشام ما يتأثرش بكلام امه، لكن من الواضح ان هشام بدأ يحن ويتأثر بمعاملة امه الوحشة وعايز يراضيها بأي طريقة. وبعد كام يوم مرات أخوها جت تزورها. أم هشام كانت قاعدة مع مرات أخوها وبنتها اللي اسمها فرح، كانت جميلة جدا ولسه مخلصة جامعة. ابتسمت أم هشام وقالت: وانت عاملة ايه يا فرح يا حبيبتي؟ وحشتيني قوي. ايه يا بنت محدش بيشوفك ليه؟ مش تقولي عمته وحشتني واروح اقعد معاها يومين؟ معلش بقى يا ام هشام، ما انت عارفة ان فرح خلاص كانت اخر سنة لها في الجامعة ولسه مخلصة امتحانات،
دي حتى من ساعة ما خلصت وهي بتقول يا ماما أنا عايزة أروح أقعد عند عمته. أمال إيه؟ بس يعني بصراحة أنا خايفة تيجي تقعد معاكي أحسن مرات هشام تزعل ولا حاجة. ما انتوا يا حبيبتي بيتكوا كله يعني متفتح في بعضه، وانتي عارفة إن مرات هشام بتغير عليه قوي. وفرح بنتي بسم الله ما شاء الله كبرت وبقت عروسة زي القمر، وأنا برضو أخاف عليها. انتي بتقولي ايه يا ام فرح؟ البيت بيت عمتها، وهشام ده سيد الرجالة، ده لو شافها مكشوفة يغطيها. وبعدين يا حبيبتي مرات هشام دي ايه؟ دي ولا ليها كلمة ولا بتهش ولا بتنش. قلتلك البيت بيتي انا، وانا اللي امر واتأمر فيه. بقولك ايه يا بنتي يا فرح، بمناسبة بقى انك خلصتي امتحاناتك، انتي تيجي تقعدي معايا كل يوم شوية. خلاص يا حبيبتي ما وراكيش حاجة، وعمتك زي ما انت شايفة قاعدة طول النهار، ولا بخرج ولا بروح ولا باجي. ومرات هشام بومة يا اختي، قال ايه؟ تحط لي اللقمة وتدخل جوه اوضتها وتقفل على نفسها، وطول اليوم نكد 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 وعياط يا اختي، معيشة الولا في جو طول النهار نكد وتعب اعصاب. هنعمل ايه؟ كانت يا اختي جوازة منيلة بنيلة. هي خبر ابيض يا ام هشام، بقى مرات هشام بتتعامل معاك انتي وهو كده؟ طب ده احنا فاكرين ان هشام بحبها قوي، وفاكرين كمان انها يعني علشان ما بتخلفش المفروض انها تكون ايداله صابحة العشرة شامة. يا اختي يا ام فرح، مرات هشام وعمايل مرات هشام ما وراهاش حاجة غير النكد طول النهار يا اختي، عليا وعلى الولا. والله العظيم كانت جوازة منيلة يوم ما وافقت انه يتجوزها. الا قوليلي يا ام هشام، هو صحيح يا اختي لحد دلوقتي ما فيش اي امل؟ دول يا اختي متجوزين داخلين على السنتين، ما كشفتش البت دي ما يمكن فيها حاجة ومخبية عليكي. علشان كده يا ام هشام لازم تروحي معاها عند الدكتور علشان تتأكدي انها سليمة، ولو يا حبيبتي ما كانتش سليمة اوعي تقعديها، هي اكل ومرعى وقلة صنعة ولا ايه؟ انتي يا حبيبتي هتخلي الواد قاعد جنبك طول العمر من غير خلفة؟ لا يا ام فرح، مين اللي قالك اني هسيبه من غير عيال؟ ده انا بفكر اليومين دول اجوزه، وفي عروسة كده في دماغي ربنا يقدم اللي فيه الخير. قالت كلامها وهي بتبص بابتسامة ناحية فرح. ابتسمت أم فرح وفرح كمان، وفهموا اللي بيدور في دماغ عمتهم الست أم هشام. أيوة كده يا أم هشام، خليكي يا حبيبتي شديدة عليها، يا إما تعرفي إن هي كويسة وما فيهاش حاجة، يا إما تخليه يطلقها ويتجوز. أمال يا حبيبتي الخير اللي عندك ده كله مين هيورثه بعد عمر طويل ليكي؟ طبعا خليكي يا حبيبتي تشوفي له حتة عيل وتفرحي بيه. بقولك ايه، انا همشي دلوقتي وهسيب لك فرح قاعدة معاكي شوية. يلا يا فرح اقعدي يا حبيبتي تسلي مع عمتك، ولو حابة تباتي معاها الليلة ما عنديش مانع. هستأذن من ابوكي، هو يعني هيقول ايه؟ ده عمتك نين عينه من جوه. يلا اسيبكوا انا بقى، سلام. ومشيت مامة فرح، وفي الوقت ده دخل هشام من الشغل. مامته بتقول تعالى يا حبيبي، تعالى شوف مين عندنا النهاردة، دي فرح بنفسها جاية تقعد معايا. ده أنا ما صدقتش نفسي لما جت، البنت اللي كانت وحشاني قوي. تعالى تعالى، وبارك لها كمان خلصت امتحانات الكلية، بكرة ما شاء الله هتبقى بنت معاها شهادة وزي القمر زي ما انت شايف، وميت من يتمناها. أهلا يا أمي، أهلا يا أنسة فرح. معقول يا أمي هي دي فرح اللي كانت من كام سنة بتجري وتلعب حوالينا بضفاير؟ ما شاء الله دي كبرت وبقت عروسة زي القمر. ازيك يا فرح؟ وماما وبابا عاملين ايه؟ أهلا يا هشام، ازيك انت؟ هو ازاي يا أبلة قمر؟ أصل أنا من ساعة ما جيت ما شفتهاش خالص. تلاقيها بس تعبانة ومريحة شوية. المهم انتي ما شاء الله عليكي كبرتي وبقيتي عروسة. طبعا يا هشام، يا ولا مش قلتلك ان فرح بنت خالك اجمل بنت في البلد؟ انت اللي ما كنتش مصدقني. بقولك ايه يا فرح،
ادخلي يا حبيبتي المطبخ، هاتي كوبايتين عصير نشربهم انا وانتي وهشام. واول ما فرح دخلت المطبخ، ام هشام بتقول: شفت يا واد يا هشام، بقت عروسة زي القمر، مفيش منها اتنين. لا وخلصت الجامعة، يعني كاملة من كل حاجة. بقول لك ايه يا ولا، ايه رأيك فيها؟ انا لمحت قدامها هي وامها ان عايزة اتجوزك، وكانوا طايرين من الفرحة. ايه رأيك يا ولا؟ البت لسه بخيرها، بنت بنوت وصغيرة وحلوة، وهي دي اللي هتجيب لك الولد. هاي يا حبيبي، وهي بنت اخويا ونقدر عليها، وهتخدمني كمان. وانا يا حبيبي مش عايزه اظلم مراتك، ان كانت عايزه تقعد تقعد، وان كانت عايزه تتطلق يبقى هي اللي مش بتحبك ومش بتحب لك الخير، يبقى يا حبيبي تاخد حقوقها والله يسهل لها. هشام سرح شويه وبص الفرح اللي فعلا عجبته، وبعد ما كان دايما يرفض بص الام وقال: بقولك ايه يا امي، سيبيني افكر وهرد عليكي بكره باذن الله. قال كلامه وخرج، وهو مش عارف قال كده ازاي، يعني هيتجوز على قمر اللي هي المفروض حب حياته. دخلت فرح وهي جايبه العصير وبتقول لعمتها: انا جبت العصير يا عمتي، امال فين هشام؟ هو مش هيشرب معانا ولا ايه؟ اقعدي يا فرح، تعالي يا حبيبتي، عايزه اتكلم معاكي. بقولك ايه رايك في هشام؟ اه، يعني ايه يا عمته؟ شاب كويس طبعا وزي اخويا الكبير. لا لا، اخوكي ايه وبتاع ايه يا بت، ده انا اللي مربياكي. انا بسألك ايه رأيك في هشام، اجوزهولك؟ يا خبر يا عمته، طب ومراته هتعملي فيها ايه؟ مش مهم يا اختي يطلقها ولا لا، المهم ان انتي تبقي على الحج يا بت، هيتجوزك وتجيبي له العيل اللي نفسه فيه، وهي مش هيبقى لها اي لازمه. انا مش شايفه ليها اصلا اي لازمه دلوقتي. ايه يا حبيبتي، نقول مبروك؟ اللي انت عايزاه يا عمته انا موافقه عليه، اتكلمي مع امي وابويا وانا موافقه. جدع يا بت، عرفت واتاكدت ان انت اختياري الصح. امال ايه، اوعدك انك هتكوني مرات هشام في اقرب وقت، وهي بقى عاجبها مش عاجبها في 60,000 سلامة، والباب يفوت جمل. مرت الأيام وبدأ هشام يعامل قمر المسكينة بطريقة مش كويسة. دخلت قمر الأوضة: جرى إيه يا هشام؟ أنا عايزة أتكلم معاك، قلت لك 100 مرة. في إيه مالك؟ متغير عليا ليه؟ ما بقتش مديني أي اهتمام، طول الوقت بتقولي مشغول، مع إنك قاعد أهو ما وراكش أي حاجة. بدنها نكد وقرف على الصبح. عايزة ايه يا قمر؟ بقولك ايه، انا قرفت منك، مفيش نص ساعة اقعد في البيت رايق الا وتفتحي الحوار. ومالك في ايه؟ امك عملت، امك سوت، انا زهقت. ايه يا هشام، مش ملاحظ انك بقيت تعاملني باسلوب مش كويس؟ انا ذنبي ايه يعني؟ انا عمري ما جيت اشتكيت لك من حاجة، انت شايف بنفسك امك بتعاملني ازاي، ومع كده انا ساكتة وبقول بكرة ربنا يكرمنا. بس انت طريقتك واسلوبك معايا اتغيرت، بقيت حاسة ان في حاجة مش مظبوطة. عايزة تعرفي في ايه يا قمر؟ انا هقولك بصراحة، انا قررت هتجوز فرح بنت خالي. امي خدت رأيها ورأي امها والكل موافق، واديني بصراحة فكرت وشايف ان الموضوع كويس، هحقق حلم امي ان يكون عندها حفيد في اقرب وقت. وادينا اهو بقولك يا بنت الناس علشان ما تعرفيش من بره. انت بتقول ايه يا هشام؟ انت واعي للي بتقوله؟ عايز تتجوز عليا وتتجوز فرح العيلة دي؟ فين وعدك انك عمرك ما تتجوز عليا ولا هتسمع كلام والدتك، وانك هتصبر معايا لحد ما ربنا يكرمنا، خصوصا انك سمعت كلام الدكتورة بنفسك؟ هو انا ما فيش فيا اي حاجة ولا فيك، المسألة مسألة وقت يا هشام. بقولك ايه، انا بصراحة زهقت من اسلوبك واسلوب امي كمان. انا جوازي من امي هيريح لي دماغي، وبرضه بصراحة هيعمر البيت عيال. لا يا هشام انت كداب. ايوه كداب، انت مش هتتجوز فرح علشان ترضي امك. قول بقى ان البت عجبتك وحلوت في عينك، فقلت ليه لا؟ بنت بنوت وصغيرة وجميلة ومتعلمة، كل حاجة فيها حلوة، صح يا هشام؟
انت بتتكلمي معايا كده ليه؟ اتكلمي معايا كويس يا قمر عشان ما تندميش. وبعدين المفروض برضو اني احب البنت اللي هتجوزها، ده مش عيب ولا حرام. وعندك حق، فرح كويسة جدا، ما فيهاش حاجة يعني انها تعجبني. امال عايزانا اتجوز ايه يعني؟ وواحدة كبيرة في السن وكركوبة ووحشة علشان ارضيكي؟ طب وانا اللي كنت دايما بتقولي ان حب حياتك وان بينا قصة حب كبيرة قوي. انا ضحيت عشانك بحاجات كتير، فين انا من كل ده؟ ليه نسيتني وسط كل حاجة يا هشام وبدأت تفكر في نفسك وبس؟ بقولك ايه يا قمر، انا خارج علشان لو فضلت هنا اكتر من كده هزعلك بجد. انا مش عاجبني اسلوبك معايا في الكلام. قال كلامه، قربت منه قمر ومسكت ايد دموع في عينيها وقالت ما تسيبنيش وتخرج، اتكلم معايا، قول انك بتهزر، قول انك مش هتسيبني يا هشام، انا بحبك وواثقه ومتاكده انك بتحبني. هشام مش عايز يحط عينه في عينها وسابها وخرج من الأوضة، وقمر قاعدة على السرير لسه والدموع في عينيها. الصدمة كانت كبيرة قوي عليها. وفعلا هشام اتجوز فرح وجت تعيش معاهم في البيت. حضرت قمر أكل ليلة الدخلة علشان العرسان، وقعدت جنب حماتها مستنية العرسان يجوا. بعد ما كتبوا الكتاب وجت فرح ومعاها أهلها والكل استأذن ومشي، ولسه قمر قاعدة جنب حماتها علشان محدش يقول إنهم غصبينها على الجوازة دي. الحما بتبص للأكل وتقول هو ده أكل عشان ياكلوه العرسان؟ تصدقي إنك ملكيش لازمة في أي حاجة ولا بتعرفي تعملي أي حاجة. انت يا بت، انت واقفة طول النهار في المطبخ وقلت ان انت اللي هتعملي له العشاء عشان تطلعي القرف ده. هو ده الأكل اللي أمك علمتهولك؟ صحيح ما انت عايزة الجوازة تبوظ وعايزة فرح تزعل. انت يا بت رد عليا، ولا خلاص القطة كانت لسانك؟ اتكلمي يا اختي، اوعي يا بت تكوني حاطه لهم حاجة كده ولا كده في الأكل، ما انا عارفاكي سماوية وقلبك اسود. انا والله يا حماتي عملت الاكل بالحاجات اللي انت جايباها في البيت، وبعدين ما الاكل كويس اهو، ماله يعني؟ طب دوقي والله هيعجبك قوي. هو انت كمان بترد عليا؟ تصدقي انك مش متربيه بصحيح؟ يا هشام، يا هشام يا ابني، تعال شوف مراتك من ساعه ما اتجوزتها وبقت تسمع كلامها البت اتفرعنت عليا. شوف بتعمل ايه في امك الغلبانه، الست الكبيره اللي المفروض تخلي بالها منها، شوف بتعاملني ازاي. دخل هشام ومعاه فرح، واول ما سمع امه قال في ايه يا امي؟ ايه اللي حصل؟ في ايه يا قمر؟ رجعنا تاني للنكد؟ هو والله ما عملت حاجة يا هشام، انا عملت الاكل طول النهار واقفة في المطبخ وفي الاخر مش عاجبها، فقلت لها دوقيه طعمه جميل، بتقول ان انا رديت عليها. والله العظيم يا هشام ما عملت حاجة. يا هشام انا قلت لك اتجوز وعيش حياتك وانا مبسوطة، وكمان وقفت في المطبخ عشان اعمل لك انت وعروستك الاكل، لكن واضح بقى ان مامتك مش عايزة تهنيني على اي حاجة، وكمان بتكدبيني قدام ابني ومراته الجديدة. لا، بقولك ايه يا هشام، اقسم بالله البت دي ما تقعد فيها دقيقة كمان، يا انا يا هي في البيت النهاردة. يا امي اهدي شوية، الكلام مش كده، قمر اكيد ما كانتش تقصد. بقولك ايه يا قمر، اتأسفي لامي بسرعة ارجوكي، خلي الليلة تعدي على خير. بقولك ايه، ولا تتأسف لي ولا تبوس على راسي، انا قلت البت دي ما تقعدش في البيت، هتمشيها يعني هتمشيها. بقولك ايه، طلقها يا هشام، والا اقسم بالله هاخد فرح بنت اخويا وامشي واسيب لك البيت وانزل في الشوارع واقول ابني ما طلعش راجل وطرد امه عشان خاطر مراته. يا امي كفايه بقى، ما ينفعش كده، قمر مراتي وما عملتش حاجه، هطلقها ليه يعني؟ خلاص يا اخويا، انا هسيب لك البيت وامشي وبراحتك بقى. يلا يا بنتي يا فرح، يلا بينا نمشي من البيت ده عشان ما عرفتش اربيك يا هشام. انت تعمل في امك كده عشان خاطر مين؟ عشان خاطر البت دي؟ خلاص يا هشام، انا ماشيه وسايبه لك البيت. لا لا يا امي ارجوك استني. قمر، انت طالق يا قمر، يلا لمي هدومك وروحي بيت ابوكي، انا مستحيل ازعل امي ولا خليها تسيب البيت علشان خاطري. نزلت دموع قمر وكانت فرح واقفة بتتفرج عليهم
وهي بتبتسم لأن خلاص هتبقى الزوجة الوحيدة لهشام. قمر بصت ليهم وهي بتقول بحزن: أنا مش هتكلم ولا هقول حاجة، علشان واثقة ومتأكدة إن ربنا هيجيب لي حقي منكم، لأن عمري لا جيت على حد فيكم ولا شيلت حد همي. بعمل المستحيل علشان أراضيكم، بس انتوا جيتوا عليا وجيتوا عليا كتير قوي كمان. قالت كلامها ودموعها بتنزل، وراحت لمت هدومها بسرعة وسابت البيت ومشيت، وهي مش مصدقة إن هان على هشام يطلقها ويرميها بالشكل ده. كانت فاكرة إن ما بينهم حب، بس للأسف طلع بيمشي ورا كلام أمه. حتى أمه ما سابتهاش تعيش معاه حتى بعد ما اتجوز. جه عليها قوي لدرجة إنها خلاص مش هتبص عليهم تاني، وهي واثقة ومتأكدة إن عوض ربنا كبير جدا. كده خلاص يا أمي، عملتلك اللي انت عايزاه، اقعدي بقى يا ست الكل. قعدت أم هشام وابتسمت فرح وقربت تحط الأكل وهي بتقول: اقعدي يا حماتي يا حبيبتي، اقعدي يا خالتي ويا عمتي ويا أمي ويا كل حاجة ليا. ده أنا بعد كده هعمل لك الأكل وأوريكي بقى فرح وأكلها اللي أكيد هيعجبك. شوف فرح، فرحة قلبي بصحيح، هي دي اللي أنا كنت عايزاك تتجوزها من زمان. الحمد لله إن ربنا عوضك، والحمد لله إن البت اللي اسمها قمر دي مشيت خلاص. يلا بقى خلينا أشوف عيالكم قريب وأفرح بيهم. قريب يا حماتي، قريب قوي، هجيبلك الخبر الحلو وهجيبلك الولد اللي شيل اسم العيلة. ومر على جواز هشام وفرحة أكتر من شهر، وهشام راح خبط على باب قمر وقعد مع أبوها وقال: بصراحة يا عمي أنا مش هقدر أجيب لها بيت بره، وهي كمان مش بتسكت ومش بتسمع كلام أمي، ودايما أمي بتشتكي منها. إيه يا ابني، دلوقتي أمك بتشتكي منها بعد ما كانت شايلاكوا من ساعة ما اتجوزت وعمرها ما اشتكت، وانت بتقول انك مش قادر تجيب لها بيت لوحدها؟ أمال لا مؤاخذة يعني انت جاي دلوقتي تعمل ايه؟ انا بصراحة يا عمي جاي اشوف طلبات قمر ايه علشان نخرج بالمعروف. انا اتجوزت وبصراحة برضو مش معايا فلوس لمؤخر وقايمة وكل الكلام ده، وعارف ان قمر طيبة وهتعفيني كمان من كل حقوقها. اتصدمت قمر اللي قاعدة جنب ابوها وقالت: تصدق ان انا كنت غلطانة لما في يوم حبيت واحد زيك؟ كنت غلطانة لما اتنازلت عن حاجات كتير قوي علشانك. ايوه كنت غلطانة لما استحملت امك مع اني عمري ما زعلتها ولا جيت عليها ولا مرة، ومع كده كنت بسكت وبقول عشانك كل ده، بس انت ما تستاهلش اي حاجة يا هشام. قمر ما تفهمينيش غلط، صدقيني انا لو كان معايا فلوس كنت هديكي كل حقوقك، بس يعني طبعا حضرتك طالع من جوازة جديدة ما معكش فلوس. اتفضل يا هشام من غير مطرود ولا حتى بمطرود، وحقي انا هعرف اجيبه. ابقى غلطانة لو سبت ليك ولا لامك حقي بعد كده، ولا حتى مليم احمر. بقى كده يا قمر مش فاكرة ليا اي حاجة حلوة؟ على العموم ماشي يا ستي، انا عارف ان قلبك طيب ومش هتعملي فيا اي حاجة. هشام قال كلامه ومشي. والد قمر بقرب منها وبطبطب عليها وبيقول: هتعملي ايه يا قمر؟ هتتنازلي عن حقك برضو يا بنتي؟ انت عارفة انا سايب لك القرار ودايما مديكي الحرية انك تقرري هتعملي ايه في حياتك. لا يا بابا، المرة دي مش هسيب حقي وهاخده منه وهرفع عليه قضية. أنا عارفة إن إحبال المحاكم طويلة، لكن المرة دي بجد مش لازم أسيب له ولا مليم أحمر. وعدى 4 شهور وفرح بقت حامل، وحرفيا كانوا طايرين من السعادة. رفعت قمر قضية عليهم، لكن للأسف فعلا المحاكم سكتها طويلة ومش طايلة منهم أي حاجة. استعوضت ربنا ونزلت تشتغل وتصرف على نفسها وتنسى كل اللي حصل لها. وفي يوم قامت أم هشام من النوم، خرجت وهي بتقول: يا فرح، يا فرح يا بنتي. يوه، ايه يا عمته عمالة تنادي عليا وصحيتيني من النوم ليه؟
ايه يا بنتي، الساعة قربت على 3 العصر ولحد دلوقتي ما حضرتيش الفطار. ده جوزك يا حبيبتي قرب يرجع من الشغل، واكيد يعني راجع جعان وعايز يتغدى. جرى ايه يا عمته؟ انت شايفة ان انا حامل وتعبانة، والدكتورة قالت ارتاحي. وبصراحة وقفة المطبخ بتتعبني، ما فيهاش حاجة يعني لما انت تقومي تعملي الاكل. هي يا بنتي ما انت عارفة انا ست كبيرة وتعبانة، لا هقدر اقف في المطبخ ولا اروق البيت ولا انضفه. هي سلام، وشايفة كمان ان انا حامل يا عمته ومش هقدر اعمل حاجة. خلاص كلمي هشام ابنك يجيب لنا خدامة. انا بصراحة الحمل عندي اهم من اي حاجة في الدنيا. بقى كده يا فرح تعملي في حمتك كده يا بنتي؟ فين ايام قمر كانت شايلة البيت كله على دماغها، ولا اشتكت ولا قالت انا تعبانة. يلا انا هدخل اطبخ واجهز الغدا لابني. هعمل ايه؟ حكم القوي على الضعيف. ودخلت ام هشام المطبخ لاول مره من سنين وسنين، وجهزت الاكل ونظفت البيت. واول ما جه هشام طلعت له وقالت اهلا يا حبيبي، كنت بصلي. بقول لك ايه، اجهز لك الغدا قبل ما ادخل انام شويه. ايه يا امي، هو انت اللي بتجهزي الاكل ليه؟ امال فين فرح؟ يا حبيبي فرح مش قادرة تقوم، قالت لي قال ايه يا اخويا نضفي البيت واعملي الاكل. بقول لك ايه، عايزك تشد عليها شوية، وزي ما كنت بتعمل في قمر تعمل فيها، علشان برضو انا مش حمل فرهدة الشغل والمطبخ دي يا ابني. لا طبعا يا امي، فيها ايه يعني؟ ما هي برضو تعبانة وحامل. افرضي يعني عملت حاجة في البيت والعيل لا قدر الله حصل له حاجة. بقول لك ايه يا امي، اعملي في حسابك انت اللي هتنضفي البيت وهتحضري لنا فطار وغدا وعشاء لحد لما تولد وتقوم بالسلامة. بصراحة أنا ما عنديش استعداد إن أخسر مراتي ولا ابني. قال كلامه ودخل الأوضة. أم هشام واقفة بصدمة، مش مصدقة ابنها اللي كان بيحبها وبيدافع عنها دلوقتي بيقول لها تخدم مراته. دخل أوضة فرح. عاملة ايه يا حبيبتي النهاردة؟ حاسة انك كويسة؟ بقولك ايه، تحبي نروح عند الدكتور لو تعبانة؟ انا كويسة يا هشام، بس انا بجد تعبت قوي من عمتي، عايزاني اقوم اعمل كل حاجة، وهي عارفة اني تعبانة، وان الدكتورة قالت ما اقومش من السرير خالص. مش عارفة افهمها ازاي، طول النهار تنادي عليا وانا مش قادرة. قلت لها كده هرتاح شوية وجاي على طول، بس هي بقى قامت وقالت لي هروق على قدي، وبصراحة راحت عليا نومة. اوعى تكون زعلان مني يا هشام. لا طبعا يا حبيبتي عادي، نامي وارتاحي. انا قلت لها تخلي بالها منك اليومين دول لحد ما تقومي بالسلامة. انا اهم حاجة عندي صحتك وصحة الطفل اللي جاي. بقولك ايه، يلا يا حبيبتي نامي وارتاحي، وانا كمان هريح شوية. فرح ابتسمت بسعادة إنها قدرت تسيطر عليهم وتمشي البيت زي ما هي عايزة، وإنها كمان اتعلمت الدرس، وإنها ما تكونش سهلة وتخلي الناس تسيطر عليها وتتدخل في حياتها زي قمر. عادت الأيام وخلاص فرح ولدت وجابت بنت، وبعد 4 شهور من الولادة خرجت من الأوضة وهي بتقول جهزت الاكل يا عمتي ولا لسه؟ انا جعانه، مش واخده بالك اني برضع ولا ايه؟ لا يا اختي ما جهزتش حاجه. هو انت خدتي على الحكايه دي ولا ايه يا بنتي يا فرح؟ انت خلاص يا بنتي ولدتي وبنتك كملت 4 شهور. اظن دلوقتي انت قادره انك تهتمي بالبيت. انا ست كبيره وما اقدرش اعمل كل ده لوحدي. هاتي البيت انا هشيلها، واعملي انت شغل البيت وجهزي الاكل. نعم، أجهز إيه يا عمتي؟ أنا مستحيل أعمل أي حاجة أو أحط إيدي في شغل البيت. أنا مش جاية هنا خدامة. والله لو أنتي مش قادرة على شغل البيت خلي ابنك يجيب خدامة. يا أختي وابني هيكفي إيه ولا إيه؟ مصاريفك ولا مصاريف بنتك ولا مصاريف البيت؟ وكمان عايزة يجيب لك خدامة ويدفع لها فلوس، وأنتي إن شاء الله لازمتك إيه في البيت؟ مش فاهمة. بقولك ايه يا عماتي، انا هاخد بنتي واروح بيت ابويا. العيشة معاكي بقت لا تطاق، ما بقتش تنفع. عايزة انا اشتغلك في البيت وانا لسه والدة ما كملتش 4 شهور.
هي لهوي، لا طبعا. انت عايزه تمشي وتاخدي البت معاكي؟ لا يا بنتي، بقولك ايه، انا هعمل اللي اقدر عليه والباقي ربنا يعيني عليه. بقولك ايه، خليكي قاعده ارجوكي يا بنتي. ده انت ده انت روحي، والبنتك دي هي اللي نورت حياتي وحياه ابني. خلاص يا عمتي اسكتي بقى، صدعتيني. انا هقعد واخلي البت معايا، ومش عايزه هشام يعرف حاجه. شغل البيت كله يتعمل اول باول. انا احب اكل واقعد في مكان نظيف. يلا هدخل اظبط نفسي على ما هشام يجي، وبالمره مش عايزاكي تقعدي معانا على السفره. بصراحه بقى انا عايزه اكل انا وجوزي لوحدنا. يعني بقول خدي اكلك، اقعدي في الاوضه وكلي براحتك. انت برضو ست كبيره ومحتاجه ترتاحي في اوضتك. ومرت الأيام والوضع مشي على كده. لا، ده بقى أسوأ من كده. بقت فرح بتعتمد على عمتها في كل حاجة في شغل البيت، لدرجة إن أم هشام تعبت جدا ونامت يوم كامل في أوضتها. دخل هشام البيت وهو بيقول: أمال ماما فين يا فرح؟ أنا مش شايفها يعني. عادي يعني يا حبيبي، تعبانة شوية فدخلت ترتاح. بقولك ايه، تعالى نتغدى الأول سوا وبعدين ابقى ادخل اطمن عليها. لا، هدخل اشوفها تعبانة ازاي يعني، وليه ما كلمتنيش طول النهار؟ مالك يا امي؟ ايه اللي حصل؟ تعبانة مالك؟ وليه ما اتصلتيش اجيب لك دكتور؟ تعبانة قوي يا هشام يا ابني، مش قادرة، جسمي كله مكسر من شغل البيت. وانت لسه بتعملي شغل البيت ليه يا امي؟ فرح ولدت من فترة كبيرة، ولا ايه اللي بيحصل بالظبط؟ مش فاهم. وهنا بتدخل فرح وتقول: مفيش حاجة يا حبيبي، عشان بس امك روقت البيت النهاردة، لان انا كانت البت عمالة تزن على ايدي. قلت لها روقي البيت يا حماتي. ايه يا حماتي؟ ايه يعني اللي حصل؟ الدنيا اتهدت ولا الدنيا اتهدت؟ لا، مش النهارده بس يا واد يا هشام، انا كل يوم بروق البيت وبعمل كل يوم اكل. انا اللي شايله البيت فوق دماغي، ومراتك من يوم ما ولدت اشترطت عليا كده. ولما اقول لها يا بنت انا تعبانه، تقول لي هاخد البت الصغيره وامشي اروح اقعد في بيت ابويا. هو انت عارف انا متعلقه بالبت ازاي، وخايفه يا ابني على بيتك يتخرب. انت يا فرح، انت عملتي كده مع امي، مخليها تشتغل عندك خدامه؟ انت اتجننتي ولا ايه؟ بقولك ايه يا هشام، ما اتجننتش يا حبيبي، بس انا كمان مش خدامه ليك ولا لامك. وبقولك ايه، هات واحده تشتغل هنا، والا اقسم بالله هاخد بنتي وارجع بيت ابويا. انا مش زي قمر اللي كنتوا مشغلينها خدامه بلقمتها، وهي زي الهبله بتقول حاضر ونعم. بقولك ايه، انا كنت بخدمك فمش ملزمه ان اخدم امك. وامك بقى يا اخويا كانت فاكره انها هتعمل عليا حما وتعمل فيا زي الغلبانه اللي فاتت، لكن انا لا، انا متعلمه واخده كليه. وبعدين انتوا كنتوا بتذلوا قمر علشان ما خلفتش، انا بقى كسرت عينكم وخلفت، يعني محدش له عندي حاجه، وحط صوابعي في عين التخين كمان. تصدقي يا فرح، انت فعلا مش زي قمر. اطلعي بره، وعايزه تاخدي البيت خديها، انا مش لازم لي عيال منك. انت طالق يا فرح، ومش عايزه اشوف وشك هنا تاني. انت فعلا كنت اكبر غلطه في حياتي لما اتجوزتك وسبت قمر. قمر حب حياتي اللي ضيعته من ايدي بسببك، وبسبب الانانيه اللي فيكي وتفكير غبي. قال كلامه وقفل الباب بعد ما طردها بره. مرت الأيام وفي بيت قمر كانت قاعدة مع أبوها ومامتها لسه، لكن في حد قاعد معاهم جديد. هشام بخبط عليها وأمه معاه وبيقول: ازيك يا قمر؟ أنا جيت عشان أشوفك، وجايب معايا أمي علشان نتأسف لك يا قمر. أنا بجد مش عارف أوريكي وشي ازاي. أنا مش عارف أصلا اللي عملته فيكي عملته ازاي، كان عقلي فين مش عارف. خلاص خلاص يا هشام، ايه الأسف ده كله؟ اتفضلوا، اتفضلي يا طنط. على فكرة يا هشام، انت عارف ان انا قلبي طيب، انا سبت كل حاجة لربنا والحمد لله انا راضية، ونسيت كل حاجة. بجد يا قمر؟ يعني مسامحاني وموافقة اننا نرجع لبعض؟ انا حالا هجيب المأذون ونكتب الكتاب. صدقيني عمري ما هعمل حاجة تزعلك يا حبيبتي، هنرجع زي زمان وبنحب بعض اكتر. مش هخلي اي حد يتدخل في حياتنا. وفي الوقت ده صوت شاب جميل جدا ينادي من جوه وبيقول: هي قمر،
ايه يا حبيبتي، مين اللي جاي؟ ده اكيد ضيف وحماته بتحبه. مين ده يا قمر اللي بينادي عليكي؟ انت معاكي راجل هنا غير ابوكي؟ اه معايا، اصل انت ما اديتنيش فرصه اتكلم. ده ادهم جوزي، انا اتجوزت يا هشام، وعلى فكره انا حامل يا طنط، حامل في 3 شهور. حامل؟ ازاي يعني؟ اتجوزتي امتى؟ انت يا قمر، انت تنسيني بالسرعه دي وتتجوزي؟ ايه يا هشام، ما انت كمان نسيتني واتجوزت وخلفت. انا قلت لك ان الدكتوره قالت لي مساله وقت، والحمد لله ربنا اكرمني واتجوزت وحامل كمان. بقول لكم ايه، ما تيجوا تتغدوا معايا. هشام سحب امه وسحب خيبه الامل ومشي، وقمر جوزها ادهم بيطبطب عليها وبيطمن على البيبي. فعلا الصبر جميل. هشام لو كان مسمعش كلام حد وكمل معاها اكيد ربنا كان هيعوضهم، بس هو اختار الطريق السهل انه يتجوز. وفعلا فرح احلوت في عيونه لانها بنت جميلة، بس للأسف جميلة من بره فقط، انما من جوه حاجة فاضية. اما قمر فربنا عوضها على قد ما تعبت معاهم، وعلى قد ما فرحت في حياتها مع ادهم، على قد ما حمدت ربنا انه فعلا عوضها واتعلمت من الدرس. اهم حاجة انك ما تسمحش لحد يدوس عليك ويحطك في مكانة اقل من مكانتك. فاكرين حوار العربية المرسيدس؟ يا رب تكون حكايتنا عجبتكم، واستنونا في حكاية جديدة. وطبعا زي كل يوم مستنية التعليقات الجميلة من حضراتكم. دمتم في حفظ الله.